السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ وحشتونا جدا جدا. ينفع بقى رمضان يعدي علينا من غير المخللات؟ أكيد لأ، طبعا ما ينفعش. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض الليمون المعصفر بطريقة سهلة جدا، طعم جميل جدا جدا. هتنافسي بيه الليمون اللي بتشتريه من بره، حاجة نظيفة، حاجة عاملاها على ايديكي. والصوص بتاعه بقى حدث ولا حرج، حاجة واثقة ومتأكدة إنها هتشرفك. شايفين شكله عامل إزاي وأنا بطلعه في الطبق؟ مستوي، تقيل، مزازته موجودة، ما فيهوش مرارة خالص. هقولك النهاردة على كل تركاته وحركاته، وبأسهل طريقة هتقدري تعمليه في البيت، أحسن ألف مرة من شغل المصانع وشغل المحلات. قدميه بقى على سفرتك في رمضان، وما تنسيش تدعيلي. يلا كده نسمي الله ونصلي على النبي، وتعالي معايا خطوة بخطوة وأقولك هنعمل النهاردة الليمون المعصفر إزاي. انا النهارده استخدمت 2 كيلو ونص ليمون. 2 كيلو ونص ليمون على قد البرطمان بتاعي. هتمسكي الليمونه من فوق كده وتقطعيها 4 تربع، بس القطعه ما تبقاش لتحت، بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه، لحد نص الليمونيه او اكتر من نصها بحاجه بسيطه. ومهم جدا وانت بتقطعيها، اقطعي الليمونه من فوق مش من الجنب ولا من تحت، من بوز الليمونه من فوق، بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هكون بقى حاطه حله كبيره محترمه على النار كده، وحاطه نصها ميه، وهسيبها تغلي. لازم تكون الميه بتغلي علشان الليمون ياخد الصدمه بتاعه الميه المغليه. وهتنزلي بالليمون بتاعك بنفس الطريقه دي في الميه المغليه لحد ما تنزلي كل الكميه بتاعتك. مهم قوي بقى ان احنا نقلب الليمون كل شويه. شايفين احنا لما خد الصدمه ابتدى الليمون نفسه يفتح معايا ازاي؟ بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هغطيه وهرجع كل 10 دقايق كده، ارفع من عليه الغطا واديله تقلبتين، اطلع اللي تحت فوق واللي فوق تحت. عدى اول 10 دقايق هنرجع نقلب تاني بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. وكل طبعا اما بيغلي اكتر بيستوي اكتر، وبيفتح معايا بالشكل ده قدامكم بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. معلش، نغطي عليه ونفضل برضو كل 10 دقايق نكشف عليه. انا قعد معايا على النار تقريبا 40 دقيقة، ساعة الا تلت. قبل ما اطفي عليه لازم اختبر سواه، لازم تكون الليمونه بتاعتي مستويه، لان الخطوه دي طبعا هتسرع معايا عمليه التخليل. بدل ما اسيبه مثلا في البرطمان شهر، شهر ونص، لا 10 ايام باذن الله بالكتير وتاكلي منه. بعد ما طفينا عليه هبتدي على طول اطلعه من الميه بتاعته، اصفيه في مصفى تانية واسيبه لحد ما يبرد علشان اقدر اكمل الخطوه اللي بعد كده. ما سيبهوش في الميه بتاعته ابدا علشان ما يتهريش. الخطوه اللي بعد كده هبتدي اعمل بقى الجزء اللي هعصفر بيه الليمون. 2 كيلو ونص ليمون خدوا معايا نص كيلو جزر، ومعايا 4 حبات من الفلفل الرومي الاحمر. احنا ما بنحبش الحاجه حراقه ابدا، عشان كده استخدمت فلفل احمر بارد. انت لو بتحبيها حراقه استخدمي فلفل احمر حامي، بس احنا كالبيت عندنا ما حدش بياكل فينا حراق خالص. هبتدي بمبشره ابشر الجزر بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه لحد ما اخلص كل الكميه، لحد ما اخلص نص كيلو الجزر كله ابشره بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده جوه بوله واسعه. اما بالنسبه للفلفل بقى هقسمه اتنين، هاخد الاول حبايتين محترمين كبار، واعين الحبايتين التانيين على جنب، هستخدمهم تاني بعدين وهقول لكم في ايه. الكبه بتاعتك الجميله، وهتبتدي تقطعي الفلفل جواها. بنفتح الفلفل اتنين كده ونشيل الجزء اللي جوه، وطبعا هشطفه علشان الحبيبات بتاعته دي ما تبقاش موجوده فيه. بشطفه من جوه، وبعدين بتقطعيه جوه الكبه وبتفرميه كويس جدا فرم ناعم. وزي ما قلت لكم انا هحط هنا حبتين اتنين بس من الفلفل. هفرمه بقى كده وبعدين هقول لكم هعمل ايه. فرمنا الفلفل، هبتدي انزل بقى بالفلفل المفروم على الجزر المبشور. ادي الجزر جبته قدامكم اهو، وادي الفلفل، وهحط الفلفل على الجزر. والخلطة دي مهمة جدا 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 يا جماعة علشان الليمون ما يمررش معايا، فخليكم معايا خطوة بخطوة في الحتة دي. تخيلوا بقى الكميات دي اساسا انتوا لو جبتوها من بره هتجيبوها بكام؟ انا عامله البرطمان الكبير اكبر حجم عندي. وهنا هبتدي انزل بالعصفر. العصفر هنحطي تقريبا 3 معالق او 4 معالق كبار.
انا حطيت 4 معالق كبار من العصفر. حبه البركه بقى المفروض ان هي الكميه اختياريه، بس انا حطيت معلقتين 2 كبار من حبه البركه، ومعلقتين 2 كبار هرميين مليانين ملح. الليمون ما بياخدش ملح كتير ابدا في تخليله. ونزلنا ب3 معالق كبار من الخل الابيض. يبقى نرجع تاني، الخلطه بتاعتنا عباره عن ايه؟ عن نص كيلو جزر مبشور، عليهم حبتين 2 فلفل احمر مفروم، و4 معالق من العصفر، ومعلقتين 2 من حبه البركه، ومعلقتين 2 كبار من الملح، وزيت الزيتون. وما ادراكي بقى ما زيت الزيتون ده هيخلي معاكي الليمون في حته تانية خالص. معلقتين حلوين كده من زيت الزيتون، واقلب الخلطه دي مع بعض كويس قوي لحد ما يختلطوا كلهم ببعض، ويبقى بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. اجهز البرطمان بتاعي واكون مطهره البرطمان بميه دافيه وخل، شطفاه بميه دافيه وخل، واجيب الخلطه بتاعتي احشيها في الليمون بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها. احط الخلطه في كل نواحي الليمون، وهحط الليمون. والخطوه دي برضو مهمه جدا جدا في البرطمان بشكل افقي، ما ميلش الليمونيه، ما احطهاش على جنبها، لا تبقى واقفه مرتاحه في البرطمان علشان تشرب من الخلطه بتاعتها من اول الليمونيه لاخرها. وهرص الليمون بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه لحد ما اخلص البرطمان بتاعي. نرجع نحشي واحده تانية. انا بقى سبت المعلقه يا جماعه وهحشي بايدي، احسن 1000 مره، بوزعها احسن 1000 مره من المعلقه، وارجع احطها جنب اختها، ارصهم جنب بعض واقفين بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين انا كده حطيت الليمون بتاعي وقفته كله، مفيش ولا واحده مايله ولا واحده نايمه على جنبها. القرنين الفلفل او حبتين الفلفل التانيين قطعتهم في الكبه، ونزلت عليهم بمعلقه واحده بس من الملح. يبقى كل الملح اللي انا حطيته النهارده في الوصفه بتاعتي 3 معالق، 2 على الخلطه ومعلقه على الفلفل. واللي انا بنزل بيه بحطه على الفلفل دلوقتي ده ميه الليمون، ميه سلق الليمون، لان انا مش هحط ميه عاديه خالص. كل اللي استخدمته ميه سلق الليمون وفرمت الفلفل، وهنزل بيها بقى على البرطمان بتاعي لحد ما اغطي البرطمان كله. ههزه شويه عشان اتاكد ان الميه هتنزل من كل الجوانب وان الليمون بتاعي كله يبقى متغطي. وارجع ازود تاني لحد ما اغطي البرطمان بتاعي. والخطوه اللي بعد كده ودي مهمه جدا علشان ما تعملش معايا ريم، اوزع بس الاول السائل اللي انا نزلته، واي نوع زيت عندك بقى، زيت زيتون، زيت اكل، بس يكون نضيف. ولازم تحطي على الوش زيت، والخطوه دي مهمه جدا 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 علشان المخلل بتاعك يفضل محافظ على طعمه وما يعملش ريم. واي راب ستريتش او اي كيس تغطي بيه البرطمان كده عشان تحكمي الغلق وتمنعي دخول اي هواء للبرطمان، عشان اي هواء هيمرر لك الليمون بتاعك. وتغطيه وتسيبيه يا جماعه من 10 ل 15 يوم، وبعد كده افتحي عليه وكليه بألف هنا وشفا وادعيلي. كده وصفتي النهارده خلصت، يا رب تكون عجبتكم ويا رب تكونوا استفدتوا بيها. رمضان كريم علينا وعليكم، ومن هنا للفيديو الجاي اسيبكم في رعاية ربنا وامنه، والسلام عليكم.